في الفيديو ده هنتعرف على الذكاء الاصطناعي وبيشتغل ازاي وبيستخدم في ايه، وهقول لكم كمان ازاي استخدمته عشان اعمل لكم الفيديو ده، وساعدني حتى في العنوان وفي صورة الفيديو. واخيرا هنتكلم على المستقبل اللي بيهدد مكانك في وظيفتك. فيلا بينا نبدأ الفيديو. ونبدأ بأول نقطة، وهي ايه هو الذكاء الاصطناعي AI وازاي بيشتغل. والاي اي ببساطه هو قدره الكمبيوتر او الاله انها تعمل مهام كانت قبل كده محتاجه ذكاء بشري عشان تتنفذ، حاجه زي التعرف على الصور او التعرف على الكلام او الترجمه او اتخاذ القرارات. وفي طرق مختلفه لبناء انظمه الاي اي دي، والانظمه دي بتتبني بحاجه اسمها الماشين ليرنينج او تعلم الاله. وهنا انت اكيد هتسال دلوقتي ازاي بنعلم الاله، ازاي الاي اي ده بيشتغل؟ والموضوع بسيط. نفترض احنا عاوزين نصمم نظام ذكاء اصطناعي ان هو يتعرف على الصور، يتعرف ايه اللي جوه الصور. نديله مثلا صور كلاب فيعرف ان ده كلب. هنجيب صور كلاب كتير جدا 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 ونديها للاي اي، وكمان نكون معرفينه النتيجه، نعرفه ان ده كلب، فيبدا الذكاء الاصطناعي يتعرف على شكل الكلب بكل الاوضاع الممكنه، فيتعرف على المزايا اللي في شكل الكلب، ليه ديل، شكل وشه كذا. فلما بقى تديله صوره جديده خالص ما شافهاش قبل كده فيها كلب، بناء على الاف او ملايين الصور اللي هو شافها قبل كده هيقدر يقول لك ده كلب. لو قدر يقول لك ده كلب فكده النظام اشتغل بشكل كويس، ونقدر بقى نستخدم نظام الاي اي ده في التعرف على الصور. وهكذا بقى عاوز الكمبيوتر يتعلم اي حاجه بنبدا ندخله كم معلومات ضخم ونكون معرفين له المعلومات دي ايه. الطريقه اللي انا قلتها دي نهج اسمه سوبرفايزد ليرنينج، لكن في نهج تاني اسمه انسوبرفايزد ليرنينج، وده يمكن يكون اكثر تطورا شويه، لانه في نهج الانسوبرفايزد ليرنينج بندي الذكاء الاصطناعي برضه ملايين او الاف من الداتا او المعلومات بنغذيه بيها، ولكن مش بنعرفه دي ايه، مش محتاجين حد يعرفه الصور دي ايه. بيبدا الذكاء الاصطناعي بخوارزميات معينه ان هو يتعرف على مميزات الداتا دي ويبدا يجمعهم باشكال مختلفه، يتعرف على باترنز مختلفه فيهم. زي مثلا تعلم نظام الاي اي اللي موجود في يوتيوب هنا، بيبدا ان هو يتعلم المستخدم ده بيتفرج على ايه ويشوف التاريخ بتاع الفيديوهات بتاعته ويبتدي يصنفه تصنيف. الراجل ده بيحب الرياضه، انا هغذيه فيديوهات رياضه. انت مثلا بتحب الفيديوهات التقنيه عشان كده وصلت للفيديو ده. حاسس ان انا محتاج ابسط الموضوع اكتر من كده. تخيل معايا ان انت بتدوق اكل، انت ما تعرفش الاكل ده ايه، ما تعرفش عنه اي حاجه، بس تقدر انت تتعرف على الاكل ده من خلال انت بتدوق وبتدوق تقول والله ده طعمه حلو نحطه على جنب، ده طعمه حادق هنحطه على الجنب، ده حراق هنحطه على الجنب التالت ده، وتبتدي تكون مجموعات. الاكل ده حلو حادق حراق. مع الوقت ممكن تسمي بقى الحاجات دي حاجات مختلفه. هو ده بالظبط الانسوبرفايزد ليرنينج. لكن لو حد جه قال لك بص الطبق ده مكرونه، فهو جه اداك الطبق وهيخليك تدوقه، اداك الداتا وكمان قال لك النتيجه بتاعت الداتا دي ان دي مكرونه، فانت هتدوقها هتتعرف على المكرونه وتعرف المكرونه بعد كده اسمها ايه، بس هو عرفك ان دي مكرونه. طبعا ازاي ده بيتم بالتفصيل والخوارزميات اللي بتحصل محتاجين ندرس جبر واحصاء واحتمالات وحاجات كده انا لا افقه فيها شيء. يعني نتمنى ان شاء الله يوم من الايام محمد مصطفى يجي يشرح لنا الحاجات دي. بعد ما عرفنا ايه هو الذكاء الاصطناعي وازاي بيشتغل، دلوقتي لازم نتعرف على بنستخدمه في ايه وازاي. ومن ابرز الحاجات المعقده والمبهره اللي ممكن تستخدم فيها الذكاء الاصطناعي السيارات ذاتيه القياده سيلف درايفنج كارز، فعن طريق عدد مستشعرات ضخم جدا وكاميرات 3 دي ولادار ومنظومه اي اي بتقدر انها تاخد كم الداتا دي ومتمرنه اصلا على داتا قبل كده عشان تتعرف على الحاجات اللي حواليها. بتبدا انها ترسم صوره ثلاثيه الابعاد لمحيط العربيه والطريق اللي العربيه ماشيه فيه، وتبدا انها تتخذ قرارات. هي شايفه ان في لمبه حمراء قدامها فلازم تتوقف، شايفه ان في بني ادم قدامها فلازم تقف، شايفه ان في جسم قدامها فلازم تقف، شايفه ان الطريق بيقول لها خش يمين فبتخش يمين. كل ده العربيه بتتساق لوحدها. طبعا السيلف درايفنج كارز هي لسه مجال بينمو، يعني انت دلوقتي مش منتشر في العالم كله حتى عربيات ذاتيه القياده، ولكن بقى منتشر دلوقتي نوع من انواع الاوتوميشن. لو احنا بقى عندنا عربيات مثلا بتقدر انها تساعدك تفضل في اللين او الحاره بتاعتك، بقى عندنا عربيات بتقدر انها تثبت سرعه، بس مش بتثبت بس، بقى بتهدي لما تكون محتاجه تهدي وتسرع لما تكون محتاجه تسرع. وطبعا الموضوع هيتطور اكتر من كده. ومن اهم الاستخدامات اللي ممكن يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي هي الترجمه. احنا محتاجين ترجمه تفهم السياقات، تفهم الكلام ده معناه ايه، لان ممكن الكلام يتحط في حته يبقى معناه مختلف عن كلام يتحط في حته تانية. وده بالظبط دور الذكاء الاصطناعي بناء على تعلمه من الاف الداتا اللي هتخش له، يبدا يتعرف على السياقات ويعرف ان الكلمه دي في السياق ده معناها كذا، وان الجمله دي والتعبير ده في السياق ده معناه كذا. وطبعا من ابرز امثله الذكاء الاصطناعي بقى اللي ملموسه بالنسبه لنا هي موبايلاتنا اللي مليانه ذكاء اصطناعي. من اول ما بتفتح الموبايل وبيبتدي الموبايل يتعرف على استخدامك اليومي، بتفتح تطبيقات ايه وبتفتحها امتى وبتفتحها قد ايه وما بتفتحش ايه، فيبتدي الموبايل يحفظ الطاقه، يبتدي الموبايل يحسن لك الاداء ويركز لك على التطبيقات اللي انت بتفتحها، يبتدي الموبايل يتعلم انت بتروح الشغل كل يوم الساعه كام وبتروح فين بالظبط،
وبتاخد طريق ايه، فيبتدي كل يوم الصبح تلقائيا من غير ما تقول له يقول لك انت طريقك للشغل اللي هو في المكان الفلاني هياخد كده. بيعرف كمان انت بتنام امتى وبتصحى امتى كل يوم، فاول ما تصحى تلاقي الموبايل سايب لك تنبيه كده في الميعاد اللي انت بتصحى فيه كل يوم، يقول لك النهارده الطقس كذا، البس كويس النهارده، عشان هو عارف انت بتصحى في الوقت ده. مش بعيد لما تيجي تنام بعد كده تلاقي الموبايل مثلا عمل سايلنت لوحده. ده غير بقى التصوير وكم التطور اللي حصل في تصوير الموبايلات بسبب دخول الذكاء الاصطناعي والتحسين اللي بيعمله الذكاء الاصطناعي للصور. ده غير المساعد الشخصي سيري وجوجل اسيستنت وغيرهم اللي بيستخدموا برضو الذكاء الاصطناعي عشان يردوا عليك وينفذوا لك مهام يوميه. طبعا زي ما قلت من شويه، من الحاجات الملموسه جدا في استخدامات الذكاء الاصطناعي هو انك تتفرج على الفيديو ده دلوقتي. الفيديو ده وصل لك عن طريق الذكاء الاصطناعي اللي اقترح الفيديو ده ليك بناء على ان هو شايف ان انت الفيديو ده مناسب ليك ان انت تشوفه، انت بتحب النوع ده من الفيديوهات، انت هتحب النوع ده من الفيديوهات. ودي ببساطه فكره الالجوريزم او الخوارزميات اللي موجوده في كل وسائل التواصل الاجتماعي اللي هدفها انها تديك المحتوى اللي يعجبك ويخليك قاعد تتفرج على المحتوى ده. حاجه زي المودريشن او المراقبه. ازاي موقع زي يوتيوب عليه ملايين الفيديوهات وقادر ان هو يمنع وجود فيديوهات سيئه؟ ازاي فيسبوك قادر ان هو يمنع وجود تعليقات مخالفه وفي وقت لحظي يشيل لك التعليق ويديك حظر؟ طبعا ده مش عمل موظفين، ده عمل AI اتعلم اللي هو يحلل الفيديوهات دي، البوستات دي، التعليقات دي، يفهم هي فيها ايه ويبتدي يقيمها ويشوف انها مناسبه ولا مش مناسبه ويمسحها. حتى في التعليقات لو كتبت تعليق مش مناسب، تعليق شكله سبام، تعليق فيه شتيمه، AI هيشيله لوحده من غير ما انا حتى اشوفه. تخيل معايا بقى الكمبيوتر AI بيساعدك في الطب، بيساعدك تتعرف على التداخلات الدوائيه، بيساعدك تتعرف على التاريخ المرضي للراجل ده، ويساعد الدكتور في التشخيص وقرايه التحاليل وقرايه الحاجات دي كلها، وان هو يلاحظ حاجات ممكن ما نلاحظهاش. تخيل معايا AI اللي قادر ان هو يساعدك في قرارات الاستثمار والاقتصاد، قادر ان هو يحلل ليك البيانات الاقتصاديه وينبهك لحاجات ما كنتش واخد بالك منها. الذكاء الاصطناعي دلوقتي بقى قادر ان هو يستخدم في خدمه العملاء، بقينا قادرين نشوف بوتس بترد عليك وتعمل لك مهام فتسهل على خدمه العملاء وتخفف عليهم الضغط. بما اننا لسه طالعين من كاس العالم فشوفنا مشروع ذكاء كره القدم اللي اتقدم في كاس العالم، ازاي كان في احصائيات بتطلع لك وقت الماتش مباشره، احصائيات دقيقه جدا، صعب جدا انها تكون طالعه من بني ادمين بيتابعوا الماتش وبيدوك الاحصائيات دي. ده في انظمه ذكاء اصطناعي تقدر انها تطلع لك كم الافتكاكات والتحولات الهجوميه والدفاعيه والاستحواذ اللي مش عارف في الهاي بلوك والكلام بتاع الكوره ده، والاتنين قلوب دفاع قدام مثلثين مش عارف ايه يعني. ولسه بعد كل ده في استخدامات اكتر للذكاء الاصطناعي. ابرز استخدام دلوقتي ظهر هو شات جي بي تي، ضارب الدنيا اليومين دول. بوت قادر انت تتشات معاه يساعدك تعمل حاجات خرافيه، ابرزها مثلا ان الفيديو ده معمول عن طريق الذكاء الاصطناعي. قعدت اساله انا لو عايز اعمل فيديو عن الذكاء الاصطناعي اعمله ازاي، ايه النقط اللي اتكلم فيها، حط لي كل النقط اللي في الفيديو ده. قعدت امسك نقطه نقطه اقول له طب النقطه دي اشرحها لي، اشرح لي الذكاء الاصطناعي ده بيشتغل ازاي. قال لي بيشتغل ازاي، شرحته لكم. طب ايه هو الذكاء الاصطناعي، شرحته لكم. وكل النقط تقريبا اللي في الفيديو ده انا واخدها من شات جي بي تي. حوار مع شات جي بي تي طلع لي الفيديو ده. طبعا احتجت ان انا احط التاتش بتاعي على شويه بحث بره عشان افهم حاجات ما كنتش فاهمها، لكن في المجمل اعتمدت على شات جي بي تي. حتى في النهايه سالته عاوز اعمل بقى عنوان للفيديو اللي احنا قعدنا نتكلم فيه ده، راح مديني عنوان. قلت له لا خلوا لي كليك بيت اكتر، فراح عامل لي عناوين كليك بيت. قلت له انا عاوز بقى صوره تكون كليك بيت، فراح عامل لي افكار لصور. خدت بقى الافكار دي وقمت رايح حاططها على ميد جيرني. ميد جيرني تطبيق جديد للصور، تكتب له نص يطلع لك صوره، لكن لا ما نجحش يعني. هو لحد دلوقتي ما بيطلعش صور يوتيوب، بس بيطلع صور تانية جامده جدا. فبقى عندنا شات جي بي تي وكمان ميد جيرني ودالي 2، الحاجات اللي هي تدخل لها تكست او تدخل لها كلام وصف، تقول لها انا عاوز راجل بيمشي على القمر فتطلع لك صوره راجل بيمشي على القمر، صوره مش موجوده على النت، هي صوره هي اللي عاملاها دلوقتي. الذكاء الاصطناعي الاي اي هيخلينا اكثر انتاجيه، اكثر كفاءه، لاننا بقينا بنأوتوميت مهام كتير جدا ونوفر وقتنا. بقينا قادرين ناخد قرارات احسن، قرارات سياسيه، اقتصاديه، رياضيه، صحيه، لانه بقى قادر يحلل لنا كم بيانات مهول وبسرعه جدا ويركز على حاجات ما كناش واخدين بالنا منها. ابتدينا نشوف منتجات جديده بتظهر، سيارات ذاتيه القياده، مساعدات شخصيه زي سيري وجوجل والكلام ده. ولسه كل ده احنا في البدايه، كل ده بنشوف الذكاء الاصطناعي وهو لسه بياخد خطواته الاولى وبيتطور، لسه هنشوفه يعلى اكتر ويسيطر على المشهد اكتر. وهنا بيفتح لنا باب نفكر في المخاطر والمخاوف الاخلاقيه اللي هتيجي مع التطور ده، زي مثلا فكره زياده البطاله. فالذكاء الاصطناعي ابتدى ان هو يعمل مهام كتير كان ممكن موظفين هم اللي يقوموا بيها، وبالتالي في الاف الناس ممكن تخسر شغلها. ولا زي ما انت شايف كده الموضوع ما بقاش مقتصر على شغلانات بسيطه سهل جدا انها تتعوض.
ده بقى داخل في شغل المصممين والمبرمجين والاطباء والكله ما سابش. ومن ابرز بقى العقبات او المشاكل بتاعت الذكاء الاصطناعي هي الانحياز. الذكاء الاصطناعي لو بيجمع داتا فهو بيجمع داتا من الواقع، وبالتالي ممكن الانحيازات اللي موجوده في الواقع تفضل موجوده في الذكاء الاصطناعي، او لو جمع داتا قليله او داتا مش كفايه برضه هيطلع نتيجه فيها انحيازات وفيها اخطاء. اديك شويه امثله. تخيل مثلا عاوزين ندربه على صور جزم، قعدنا نغذيه بصور جزم رياضيه، جينا بقى جبنا له صوره بتاعت جزمه كعب عالي، مش هيعرفها، مش جزمه دي. تخيل معايا انت مدير دلوقتي وعندك نظام ذكاء اصطناعي بيصنف لك ويفرز لك السيفيز دي. النظام ده متغذي جدا على سيفيهات رجاله، فهيبقى متحيز اكتر للرجاله، مش هيجيب لك سيفيهات اناث كتير او العكس، وهكذا بقى. ومن المشاكل الاخلاقيه في استخدام الذكاء الاصطناعي هو عدم قدرتنا تحميله مسؤوليه الاخطاء. لو عربيه ذاتيه القياده خبطت واحد او غلطت، مين هيتحمل المسؤوليه دلوقتي؟ ما الذكاء الاصطناعي ده احنا مش قادرين نحمله المسؤوليه، مش بني ادم عشان نعاقبه. اما بقى المشكله الاكبر هي فكره الخصوصيه. اصل الذكاء الاصطناعي محتاج معلومات كبيره جدا عنك عشان يديك تجربه احسن، بيفضلوا يجمعوا بيانات عنك، يعرفوا عنك اكتر ما انت شخصيا عارف عن نفسك. يعني فعليا هم عندهم تحليل ليك انت ممكن ما تعرفوش عن نفسك، والله اعلم بقى الناس دي ممكن تستخدمه في ايه. كل المخاوف دي كوم، ولكن فكره ان الذكاء الاصطناعي ممكن يستخدم في الحرب، يستخدم كآلة قتل. تخيل كده بنصمم روبوت مثلا بالذكاء الاصطناعي بيقدر يتعرف على الفيتشرز او الصفات بتاعه ريس معين او فئه معينه من البشر ويقتلهم بلا رحمه. بس بعد كده فكرت ما البشر اصلا بيبيدوا بعض بلا رحمه يعني، فيمكن المشكله دي مش مشكله كبيره قوي. ويجي السؤال الاخير في الفيديو، المفروض نعمل ايه دلوقتي عشان نواجه الخطر اللي ممكن يخسرك شغلك ده؟ خليني اقول لك ان الذكاء الاصطناعي باقي ويتطور ويتوسع. احنا حاليا وصلنا لمرحله عندك بوت بتتشات معاه بيساعدك في حاجات كتير. قبلها شفنا تطبيقاته في الموبايل، ودلوقتي بنشوف عربيات بتسوق نفسها، وكل ده واحنا لسه في البدايه، لسه بنقول يا هادي. يعني قدام شويه هنشوف تطور اكتر، هنشوفه بيعمل ادوار وحاجات ما كناش نتوقعها، زي بالظبط ان احنا ما كناش نتوقع ان حاجه زي شات جي بي تي دي تحصل او نشوفها او نتعامل معاها. وبالتالي ما تستغربش ابدا لو ابتدينا نشوفه في صناعات ومجالات مختلفه ومجالات جديده. بالتالي لازم يا صديقي ان انت تغير عقليتك دلوقتي من عقليه الانكار والخوف لعقليه الاحتضان. لازم تحتضن الذكاء الاصطناعي، ولازم تفكر ان الذكاء الاصطناعي موجود عشان يساعدك مش عشان يستبدلك، وانك لما تتعلم ادوات الذكاء الاصطناعي الجديده اللي هتنزل تقدر ان انت تخليه يساعدك مش يستبدلك. خلينا نتذكر شيء مهم جدا، احنا كبشر اللي عملنا الذكاء الاصطناعي ده، وانه الذكاء الاصطناعي اسمه اصطناعي، يعني بيحاول يقلد الذكاء البشري، بيحاول يقلد مهام اللي احنا ممكن نعملها. خلينا نتذكر برضو ان على مدار التاريخ في الاف الاشغال اللي ظهرت واختفت او اتغيرت او اتطورت، وان البشر في الاخر لسه عايشين لحد دلوقتي ولسه بيتطوروا ويتاقلموا على الحاجات الجديده اللي بتحصل. بالتالي رقم واحد لازم تبدأ تتعلم أي أداة ذكاء اصطناعي هتساعدك في شغلك، ما تبقاش منكر ليها وضدها والكلام ده. ظهر شات جي بي تي، شوف ازاي تقدر تستخدمه في شغلك. الحاجات اللي بتظهر دي كلها تعالى نتعلمها، نفهم هي هتشتغل ازاي، بنعمل بيها ايه، ممكن شغلنا نستخدمه ازاي كصيدلي، كطبيب، كمهندس، كمصمم، كمبرمج. شوف على طول انت تقدر تعمل ايه بالحاجات دي. زي ما قلت لك انا الفيديو ده مساعدني فيه بوت، فيعني ده تطور كبير جدا في الشغل اللي انا بعمله. رقم 2، لو انت لسه طالب في ثانوي لازم تبدأ ان انت تفكر دلوقتي هي ايه المجالات اللي انا عاوز اخشها بناء على دراسه هو ايه المجالات اللي هتبقى رائجه في الفتره اللي جايه، ايه المجالات اللي هتنخفض وتقل او ممكن الذكاء الاصطناعي ياخد مكانها. رقم 3، لازم نبقى عندنا مرونه كبيره جدا. صحيح ان التغيرات مش بتحصل فجاه، يعني مش هتصحى الصبح يقول لك لا والله خلاص الذكاء الاصطناعي خد مكانك والسلام عليكم انت كده، لا، بيحصل تدريجيا، وبالتالي لازم تبقى مرن وتتغير تدريجيا مع التغير. تلاقي ان في مهارات جديده محتاج تتعلمها فتروح تتعلمها، تلاقي ان في مهارات ما بقتش شغاله معاك فتشوف مهارات غيرها، تلاقي ان انت محتاج تعلي مهاراتك عشان تبقى شخص اقوى في المجال ده فتعلي مهاراتك. ممكن كمان تقعد تفكر دلوقتي وتحلل ايه المهارات او الاشغال اللي صعب الذكاء الاصطناعي ياخد دورك فيها. بالمناسبه يعني كل النصايح اللي انا قلتها لك دي هي نصايح الذكاء الاصطناعي نفسه، هو اللي بيقول لك تعمل الكلام ده كله، فاسمع كلامه. خليني اختم بقى بتخيلي انا وشويه كلام من عندي انا وافكاري انا. لازم نبقى عارفين ان في بروباجندا مذهله بيعملها الاعلام على الذكاء الاصطناعي، سواء الناس اللي عاوزه تجمع فيوز وخلاص او ناس هدفها انها تعمل كده كترويج للذكاء الاصطناعي وشغل بقى الساينس فيكشن والذكاء الاصطناعي اللي هيسيطر على البشر
ويبدا يطور طريقه يتواصل بيها مع نفسه ويعمل ويسوي. حبيبي الذكاء الاصطناعي لسه غبي، مش قصدي ان هو غبي، قصدي هو ذكي، بس قصدي ان هو لسه انت اللي بتعمله، بيتغذى على المعلومات بتاعتك انت، على البيانات اللي انت بتقدمها، على الداتا اللي انت بتحطها له، فهو مش هيغزو العالم ولا حاجه. وكل دي حاجات متاخده من افلام هوليوود مش اكتر. يعني الصور اللي بتطلع من ميد جيرني ودالي 2 والكلام ده، يعني في الاخر برضو متغذيه على الاف ومئات وملايين الصور من مصممين ورسامين حقيقيين عشان تقلدهم وتطلع لك الصور دي. من غير الداتا دي هي مش هتعمل حاجه. وبالتالي زي ما قلت لك الذكاء الاصطناعي موجود لمساعدتك، مش هيستبدلك، هنقدر احنا نتاقلم. وخد بالك برضه في فكره، زمان كان في مشغولات يدويه، المصانع والاله خدت مكانها، لكن لسه المشغولات اليدويه دي قيمتها زادت، بقى في قيمه كبيره وفلوس اكتر بتدفع في المشغولات اليدويه. يقول لك ده هاند ميد فتدفع فيه فلوس اكتر. فممكن مع تطور الذكاء الاصطناعي برضه يحصل تطور للحاجات الهاند ميد، قيمه الحاجه اللي طالعه من انسان من بني ادم هتبقى اكبر، لانها ما بقتش هي الرائجه، ما بقتش منتشره، هيبقى بنقدر كده دي حاجه معموله من بني ادم حقيقي. الذكاء الاصطناعي هيتطور صحيح، بس في ناس كتير ممكن ما تعرفش تستخدمه، برضه في ناس كتير ممكن ما تستخدموش، فبالتالي ممكن تلاقي اشغال ابتدت تظهر. انا بستخدم لك ادوات الذكاء الاصطناعي من الناس، مثلا الميد جيرني ودالي 2 والحاجات دي بتعمل صور، بتعمل ارت، بس انا مش هقعد اكتب له، مش عارف اكتب له وصف، مش عارف اكتب له وصف يطلع لي الصوره اللي في دماغي. المصمم هيعرف يكتب له وصف يطلع له الصوره اللي في دماغه، ويعرف يعدل على الحاجات دي ويطلع حاجه احسن ببساطه، لان هو اللي عنده الصنعه دي. كان برنامج ويب مثلا، ما هو الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي ده يقدر يعمل لك صفحه ويب دلوقتي، بس انت اللي عندك الصنعه وعندك العلم اللي توجهه هو يعمل لك ايه بالظبط ويعمله ازاي، وتقدر تعدل عليه وتظبط فيه وتطلع نتيجه احسن من اي حد تاني ما يفهمش حاجه. فالذكاء الاصطناعي هيساعدك في الويب، هيساعدك في البرمجه، مش هيستبدلك. كصيدلي مثلا متخيل لما يعملوا لي تطبيق على الموبايل بيقدر ان هو يتعرف على خطوط الدكاتره والروشتات الغريبه اللي بتجيلنا، ولكن الناس مش هتعرف الادويه دي. لسه انت كصيدلي اللي هتعرف الادويه دي، لان انت اضرب المهنه دي، انت اللي عارف الادويه دي. لما الذكاء الاصطناعي يقول لك كذا انت فاهم هو بيقول لك ايه، تقدر توصله للناس. كدكتور لما الذكاء الاصطناعي ده يساعدك تشخص، فانت لسه اللي فاهم هو بيقول لك ايه، انت لسه اللي فاهم التشخيص. ده فكرتي، انا شايف ان الذكاء الاصطناعي هيساعدنا، هيساعد اشغال كتير جدا. لازم بس ان احنا يعني نحتضنه ونتعلمه ونشوف نقدر نستخدمه في ايه، ونطور من نفسنا اول باول عشان نقدر ان احنا نواكب التطور ونواكب الذكاء الاصطناعي وما يفوتناش القطر اللي هو كده كده جاي وماشي بسرعه جدا. وبس كده، ده كان كل اللي عندي في الفيديو ده، ومستني اشوف ارائكم تحت في التعليقات عن الذكاء الاصطناعي ومستقبله والمخاطر بتاعته. كلموني عن كل الحاجات دي، هقرا تعليق. وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك، ولو شفت الفيديو لاخره ولسه مش مشترك فانت اكيد من الناس المميزه اللي لازم تشترك وتفعل زر الجرس كمان، وتشوف الفيديوهات بقى اللي هتظهر لك هنا وهنا عشان اكيد هتعجبك زي ما الفيديو ده عجبك. سلام.